السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين الغاليين، أنا نيرو، دي قناتي. لو لسه ما اشتركتوش بالقناة أتمنى كده تنوروني بالاشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكم. هنعمل بقى كده النهاردة الشاورما السوري، هنعملها بطريقة تحفة. بأمانة الطريقة هتعجبكم جدا لأن فعلا أنا عاملاها بطريقة تحفة. هنعمل كده برضو التومية البيضة، هنعملها بطريقة حلوة قوي. وهنعمل برضو التومية الحمراء، هقولكوا برضو عملتها ازاي. هنعملها كده بطريقة مختلفة ان شاء الله. وهعمل برضو معاكم الخيار المخلل السريع، هنعمله كده مش هياخد معاكم نص ساعة. وهتكوني طالعة بأحلى أكل المطاعم بجد. لو رحنا اشترينا كده 10 سندوتشات من اي مطعم شاورما، شوفوا هيبقى بكام. بجد موفر جدا جدا والطريقة حلوة قوي. اعملوه كده لولادكم في البيت بكل نظافة وبكل جمال. هقول لكم كده كل التريكات. حابة برضو اسمعكم كده طبقة القرمشة، بجد حلو قوي يا بنات. وهقول لكم كده كل التريكات اللي تطلعوا معاكم مقرمش وما يبقاش كده طري ويبقى زي المطعم بالظبط. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال والعظمة ده ازاي. كان عندي بقى كده نص كيلو بانيه في التلاجة، قمت جايه مطلعاه وعملته بقى كده شرايح كده متوسطة بالشكل ده، ولا تبقى رفيعة قوي ولا تبقى تخينة قوي، تبقى متوسطة برضو. هجيب بولة بقى كده وهنزل فيها بكوباية من الحليب بالشكل ده. ممكن تحط زبادي بس انا بصراحة بحب احط حليب، بحس ان الحليب كده بيبقى بيدي طراوة اكتر. وهحط كده معلقة من الخل، وهحط برضو كده معلقة من الملح، معلقة صغيرة. وجبت بقى كيس التوابل بتاع الشاورما السوري ده. انا كنت بصراحة اول مرة اجربه بس بأمانة عجبني جدا، طعمه كان فعلا مودي الشاورما في حتة تانية خالص. حقيقي كان طعمه خطير يا بنات. ونزلت كده بمعلقة من السويت شيل، طبعا حابة تحطيها حابة تمام، مش حابة براحتك خالص. وهحط كده هعصر ليمونة كاملة، هعصر برضو كده ليمونة بالشكل ده، عصرتها كده على التتبيلة. وهحط كده برضو يجي نص معلقة من البابريكا المدخنة. وهقلب كده كل المكونات مع بعضها وهنزل كده بالشاورما. طبعا الشاورما قبل ما احطها في التتبيله انا طبعا كنت نقعيها في شويه من الدقيق وشويه كده وعصرت ليمون. وحطيت برضو كده معلقه من الجنزبيل، وقمت سايباها كده ركنتها لمده ساعه. انا في الوقت ده لقيت الشاورما كده لونها يعني فاتح، فحبيت ان انا اعزز اللون بتاعها. حطيت كده معلقه من الكركم. هبدأ بقى كده اعمل الخيار المخلل. جبت بقى كده خيار، طبعا ايه، واحدة اتنين تلاتة على حسب ما تحبي. وقطعتهم كده بالشكل ده. وهنزل بقى كده بكوبايتين مية، انا كنت غليهم على البوتاجاز، لازم يكون مية مغلية لان طبعا احنا بنعمله بيبقى ده مخلل سريع. وحطيت كده ورق لورا وحطيت شطة وحطيت فلفل اسود صحيح. وحطيت برضو معلقة كده من الكركم، ومعلقتين من الملح ومعلقة من السكر. ما شاء الله كان حلو قوي قوي يا بنات الخيار ده. بس بأمانة لو هتعمليه سيبيه مثلا، يعني اخره تسيبيه مثلا 3 ايام او 4 ايام في التلاجة. ما تسيبوش كتير لان لما تسيب مثلا لما بيتساب اسبوع بحس ان هو بيبقى مليان مية قوي وبيبقى طعمه مش احلى حاجة. فانتي لو هتعمليه اعمليه كده يبقى مثلا على قد يومين 3 4 بالكتير. هنعمل بقى كده التومية. جبت كده 3 كوبايات من المية، حطيت عليهم 3 معالق من النشا. وبدأت كده أقلب على نار متوسطة عشان النشا تستوي معايا كويس جدا جدا. ما ينفعش ان احنا نعملها على نار عالية، هتبقى طعمها كده باين فيها النشا. فأحلى حاجة ان احنا نسويها كده على نار هادية. وحطيتها كده في طبق كبير مفتوح زي ده كده. واحطها في الفريزر لحد بس ما اعمل الشاورما عشان عايزاها تبقى ساقعة معايا. ما ينفعش ان انا اعملها وهي سخنة، مش هتربط معايا خالص. هبدأ بقى كده اشوح الشاورما. جبت طاسة وسخنتها كويس جدا جدا وحطيت فيها شوية من الزيت. وهبدأ احط كده الشاورما، هحطها على مراحل بالشكل ده. كل شوية كده بقوم فردهم كده في الطاسة بالشكل ده. مينفعش ان انا انزل بيهم كده كلهم مرة واحدة، لان لو نزلنا بيهم كلهم مرة واحدة الشاورما هتنزل ميتها ومش هتستوي، وهتستوي كده وهتبقى برضو ناشفة معايا. لكن كده احنا بنديها الصدمة دي، فطبعا بتحافظ على السوائل اللي فيها وبتبقى كده جوسي وطرية معايا وهي بتتاكل. كل شوية اقوم نازلة كده بشوية معلقتين 3 بالشكل ده. لما بلاقي شوية التانيين اتشمعوا اقوم نازلة كده بشوية كمان بالشكل ده كده يا بنات.
ما شاء الله اللهم بارك. الطريقة دي حلوة قوي بجد، اتمنى كده ان انتوا تجربوها وتمشوا على كل التركات اللي انا بقولها، هتعجبكم ان شاء الله. نزلت كده ببصلتين كبار متقطعين، البصل هيزود معايا الكمية وبرده هيدي قيمة غذائية كده للأكلة. طبعا البصل انا شوحته، مش عايزاه يصفر خالص، انا يدوبك بس كده بشوحه، وانزل بقى كده بفلفل الوان احمر واصفر واخضر على حسب المتاح عندك، وهشوحهم برضو كده تشويحة خفيفة، وهبدأ اقلبهم كده مع الشاورما. طبعا في الوقت ده كنت بقلي بقى شوية بطاطس كده، لان انا هحط طبعا زي ما شفتوا هحط كده بطاطس برضو مع السندوتشات الشاورما. عندي ولادي بيحبوها كده، وبصراحة ساعات بعملها لهم برضو بالبطاطس بس بتبقى جميلة قوي. حطيت برضو طماطم كده وقلبت كل الخضار مع بعضه، وبدأت بقى كده اسيبه يستوي. سبته بالظبط دقيقة، مطولتش عليه طبعا. جبت بقى كده 5 فصوص من الثوم، وعصرت كده ليمونة كبيرة، وحطيت معلقة برضو من الخل، وجبت برضو كوبايتين زبادي ونص كوباية من الزيت، والنشا اللي انا كنت عاملاه برضو معاكم كده على البوتاجاز. حطيت كل المكونات على بعض وهبدأ اضربها كده بالهاند بلندر. لو عندك خلاط استخدميه عادي خالص، هو هيدينا نفس النتيجة. وهبدأ بقى كده اضربها بالهاند بلندر، ما شاء الله اللهم بارك. ضربتها بقى كده طلعت معايا بالقوام ده، لما احطها برضو في التلاجة هتتقل معايا كمان عن كده. وده كده الخيار المخلل، ما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي يا بنات. بس زي ما قلتلكوا لو هتعملوه ما تكتروش، عشان برضو بيبقى بيشرب مية وبيبقى مش احلى حاجة. هدهن بقى كده، جبت العيش السوري ده وهبدأ ادهنه كده بالتومية، واحط كده شاورما واحط بطاطس وحطيت كاتشب، واحط برضو كده من الشريحة كده من الجبنة الرومي. طبعا حابة تحطي جبنة موتزاريلا في المرحلة دي حطي براحتك تماما، بس انا استخدمت اللي كان موجود عندي. هحط برضو كده بالشكل ده التومية، بفردها كده على الحتة التقيلة، ما تحطهاش على الحتة الخفيفة خالص في الرغيف، عشان برضو واحنا بنعمله ما يبوش مننا. بحط كده التومية وبرجع احط كده شاورما، وبرجع احط بطاطس، وبحط برضو من الخيار، وبحط كاتشب، وبحط جبنة. كل الحاجات دي كده على بعضها بتدي ميكس حلو قوي قوي. وبجد السندوتش ده لو احنا بنجيبه من بره هيبقى مكلف جدا، وطبعا مش هيبقى بالكمية اللي احنا بنعملها في البيت. الحاجة في البيت بتوفر احلى وانضف واطعم من بره بكتير حقيقي بجد. هي بتبقى يعني مش متعبة والله، بس بجد بتبقى حلوة قوي وحاجة كده مختلفة في البيت. عملت بقى كده كل الكمية معايا بالشكل ده. بصوا ما بياخدش معايا وقت خالص، هجيب كده جريل وابدأ احط كده بقى شوية من الزيت، وبعدين احط بقى السندوتشات كده في الجريل، وابدأ كده اقلبها كل ما حتة تاخد لون بقوم قلبها كده من الاربع اتجاهات. وبعد كده بقوم برضو مطلعاها كده على مناديل، وبسيبها بالظبط دقيقة او اقل من دقيقة كمان على المناديل، وبعد كده بقوم حطاها على شبكة، او لو هناكلها على طول بقوم مطلعاها كده في طباية تقديم بالشكل ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. النار طبعا تكون هادية او متوسطة، يعني ما نعليش النار عشان ما يتحرقش معانا. كده بالشكل ده الشكل النهائي. اللهم بارك تحفة. التومية اللي هي الحمرا دي انا حطيت عليها نص معلقة كده من الشطة، ونص معلقة كده من البابريكا، وقلبتهم مع بعض وادتني اللون ده، بس طعمها كان حلو قوي برضو. وحطيت برضو كاتشب كده على وش التومية التانية، بس ابني برضو دب صبعه فيه كده معرفش عمل فيه ايه. كده بالشكل ده ما شاء الله اللهم بارك. خلصت بقى وصفتي النهاردة، اتمنى يكون فيديو النهاردة نال اعجابكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.